حيلة بسيطة جدا تقدري تحضري الفطير المشلتت في أقل من ربع ساعة من غير عجن أو فرد. متخيلين معايا الفطيرة بلونها القمر ده؟ مخدتش معايا في التحضير فعلا أكتر من ربع ساعة، وكانت نتيجتها تحفة. هحتاج في الأول علبة من الزبادي، هضيف عليها ربع كوباية من الحليب، كمان معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهكون مجهزة نص كوباية من السمنة سيحتها على النار وسبتها تهدى شوية، وبعد كده هضيفها على الخليط ده، ولازم اقلبها بقى كويس جدا لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه معايا. هو ده القوام اللي انا عايزاه. بقى جاهزة معايا، هركنها على جنب واحضر الصينية اللي احنا هنسوي فيها الفطيرة. لازم ندهن الصينية كويس جدا بالسمنة من القاع والجوانب علشان تاخد معانا تحميرة حلوة، وتكون مقرمشة من بره وطرية من جوه، وكمان متاخدش وقت طويل معانا في الفرن. هحتاج لفة جلاش، ايوه لفة جلاش، هنحولها لفطيرة مشلتتة لذيذة جدا. هبتدي اخد طبقة طبقة من طبقات الجلاش وافردها داخل الصينية، ونراعي ان تلتين الورقة هتكون جوه الصينية والتلت بره، وكل ورقة هبتدي افردها قصاد الورقة اللي قبلها. وفي كل مرة هنفرد ورق الجلاش لازم ندهنه كويس جدا بالفرشة بصوص التسقية او بخليط التسقية اللي احنا حضرناه ده اللي هيخلي طبقات الجلاش من جوه طرية، او طبقات الفطيرة من جوه طرية، وتدينا نتيجة الفطير المشلتت. وكل اللي هيدوقها مش هيصدق ان دي فطيرة حضرتيها من لفة جلاش واحدة اهو. ولازم نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200 قبل ما نبتدي تحضير الجلاش خالص. لازم الفرن يكون سخن جدا علشان ما تاخدش وقت طويل في الفرن وتنشف معانا من جوه. احنا عاوزينها تكون متحمصة من بره، اخده لون حلو، ومقرمشة من بره وطرية من جوه. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل طبقات الجلاش ما عدا طبقة واحدة بس هسيبها للآخر اهو. سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص، كمان مكوناتها مفيش اسهل من كده، وان شاء الله تكون موجودة عندنا في البيت. لو حابين ان الفطيرة تكون اعلى من كده او يكون سمكها تخين، هتصغروا حجم الصينية اللي انتوا بتفردوا فيها طبقات الجلاش. بس كده، سهلة وبسيطة. تقدروا تتحكموا في سمك الفطيرة عن طريق مقاس الصينية. عندي مثلا صينية مقاس 30، مقاس كبير، ممكن تاخد اكتر من لفة جلاش. لو عاوزين الفطيرة بتاعتكم تخينة شوية هتصغروا مقاس الصينية. بعد ما خلصت كل طبقات الجلاش هبتدي ألم الجوانب اللي كانت كلها بره دي واحدة واحدة، وادهن ما بين كل طبقة والتانية بصوص التسقية اللي احنا حضرناه برضو. وفي النهاية هبتدي أفرد الورقة الأخيرة على الوش. تقدروا تقصوا الجوانب بالسكينة ويعني تسووها على الفطيرة، أو تبتدوا ترفعوها كده بالراحة وتتنوها لجوه. وانا بصراحة بفضل الطريقة دي، بتكون الفطيرة في النهاية متماسكة وشكلها منتظم وحلوة جدا اهو. بعد ما خلصنا هجيب باقي خليط التسقية وهصبه على الوش. ولو تلاحظوا هنا معايا السمنة رجعت جمدت تاني، ده طبيعي، فعادي مفيش مشكلة، اتعاملت بيها عادي، مش هسيحها بقى خلاص لان هي هتدخل الفرن وطبيعي هتسيح ان شاء الله وهتدينا النتيجة اللي احنا عاوزينها. كانت ريحتها تحفة، اكننا فعلا عاملين فطير مشلتت وعجنين ومورقين وكل حاجة اهو. طلعت معانا في الفرن متاخدش اكتر من ربع ساعة في الفرن. ولازم الفرن يكون سخن جدا على درجة حرارة 200، ومش بحتاج ان انا اشغل الشواية نهائي. هبتدي اقطعه. شايفين كمان كانت بتتحرك جوه الصينية ازاي بسهولة، نقلتها بسهولة جدا، مش لازقة ولا اي حاجة. هبتدي اقطعها كده بالمقص زي ما بنقطع الفطير المشلتت العادي. شايفين بقى الطبقات، وهنا كمان كانت سخنة وانا ماسكاها اصلا بصعوبة، كانت سخنة جدا، وكل ما تبرد بتبان طبقاتها اكتر. كانت تحفة. شايفين الطراوة بتاعتها؟ مين يصدق بقى ان ده
من لفة جلاش. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم وتجربوها، ان شاء الله هتعجبكم، سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعة للصفحة، اشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.